تفضلي. عندي سؤال وعندي مداخلة، بس أتمنى يكون يعني صدرك رحب بها مثل والدك. تتمني مداخلتي. نعم؟ تتمني ايش؟ ما سمعتك. مداخلتي. نعم؟ ما سمعتك، تقولي تتمني ايش؟ أتمنى يكون صدرك رحب مثل والدك. طيب تفضلي يا مرة. أنا شيعية بس إحنا نحب والدك. الله يبارك فيك. عندي مداخلة. يعني بشار الأسد يعني ليس القذافي ولا حسني مبارك، لأن بشار الأسد خلفه أقوى دولة بالعالم إيران. فما ممكن يعني ما ممكن يعني بشار يعني القذافي وحسني مبارك كانوا وحيدين، بس بشار مو وحيد، مو فقط إيران خلفه، خلفه كل شيعي بالعالم. جميل. فما ممكن يعني صعوبة يسقط. يعني صعب يسقط. نعم؟ يعني انت صعب يعني صعب يسقط الاسد الا اذا كان تدخل عسكري، وهذا الشيء ما ممكن يعني يصير، لان امريكا انسحبت من العراق. جميل. بس بشار الاسد خايف من تدخل تركيا. طيب. وحتى اذا دخلت تركيا يعني موقع يعني الجغرافي لسوريا ما ممكن يعني يعني ما ممكن يخرج بها بشار. طيب. يعني حتى اذا دخلت تركيا يعني على يسارها ايران، على جنوبها مثلا جيش المهدي. جميل. وكردستان ضد تركيا. طيب. بعدين حزب الله. طب انت وبعدين يا مروة، طيب بحكم انه انا كنت صدري وسيع عليك مثل والدي، ممكن يكون صدرك وسيع انت ولا لا؟ ما يخاف. طيب انت تقولي انه بشار الاسد يقف معه ايران اقوى دولة ويقف وراءه كل شيعي، صحيح؟ اي نعم. انا عندي لك سؤالين. السؤال الاول، انت كشيعية تقفي وراء بشار الاسد؟ انا ما اعرف البشار، بس انا دا احكي يعني كشيء عام. لا انا اتكلم عنك انت كشيعية تقفي مع بشار الاسد ام لا؟ اي نعم. تقفي معاه لانه قريب الى مذهبكم، ولا تقفي معاه الى انه الحق معاه؟ لا لان قريب على مذهبنا، ولا لان الحق معاه، لكن اذا خرج بشار يعني راح يكون خراب. شوف ليبيا، شوف مصر. لا ليست هذه نقطة البحث. يوميا انفجارات، يعني لعل حتكون حالها احسن من يا ليبيا. مروة أنا ليست هذه نقطة البحث. أنا نقطة البحث أسألك، أنت الآن إنسانة واضح أنك مثقفة ومهذبة. سؤالي لك واضح، أنت تشاهدي الآن القنوات التلفزيونية سواء المؤيدة لبشار ولا المعارضة له، أنت تشوفي الدمار الحاصل في سوريا والقتل الحاصل، ومن تعتقدي يقف وراءه، بشار أم عصابات مسلحة؟ طبعا كتائب تكون هاي خلف وراءه، يعني ليس بشار. وما ننكر في ظلم، لا ما ننكر في ظلم من بشار، بس يعني جميل. اكثرها يعني هذول الكتائب. بس انا عندي سؤال. لحظة يعني أنا خليني أخلص أسئلتي. لكن هل الكتائب هذه مفوضة من بشار؟ لا هاي مثل كتائب الإرهابيين. جميل جدا. طيب جيش الحر. أوكي، الكتائب الإرهابيين جيش الحر، هذا كلامك جميل. طيب مقاطع الإهانات من الجنود، الإهانات، الدعس على الرؤوس والشتائم وسب الذات الإلهية وقصف المآذن، أنت كشيعية مسلمة ترضي بهذا؟ لا طبعا. جميل. هاي فتنة. جميل جدا. من يقف وراء هذا؟ هؤلاء جنود، وهم يعلنوا أنهم جنود من جنود الأسد. نعم. طيب تقفي مع من الآن؟ ما أعرف يعني، بس طيب. أنا أتمنى بشار يعني، لأن أخاف يصير خراب مثل ما صار بليبيا. طيب انه يصير خراب او لا، هذه ليست نقطة البحث. انا نقطة البحث انت الخراب. يا مروة انا اعطيتك الوقت كامل مع انه في متصلين عندي، لكن انا رأيت فيك انك انت انسانة مثقفة وتريدي انك يعني توصلي الى الحقيقة. عندما تقصف دبابة وأنت مسلمة، سواء كنت شيعية، سواء كنت صوفية، سواء كنت سنية، سواء كنت سلف، أيا كان مذهبك، أنت كمسلمة هل ترضين بقصف المآذن أو لا؟ هذا سؤالي فقط. لا طبعا. ومن يقصف المآذن من الدبابات؟ من يقصفها؟
لا بس احنا يقولون هاي مو الدبابات، لا يقولون ما هاي هم يقولون هنا. الارهابيين لا حتى لا لا يفعلون لا فتنه. يا مروه، لا انت انسانه مثقفه. يقولون هنا غير مقبوله كلمه يقولون، لانك انت تشاهدي المقاطع هذه، وهذه دبابات. يعني اذا كنت صدقتك بان هذيك عصابات جيش حر، من اين يمتلك الجيش الحر الدبابات؟ جيش حر ما عنده دبابات، وانتم هم يقصف الصور كلها تبين انه قصف من الدبابات. يعني انا ارجو منك رجاء حار، وانت تحكمي عقلك، انه من يقصف المآذن هذا لم يكن ولن يكون في يوم من الايام حريص على الاسلام، لانت تنتمي الى الاسلام اساسا على اختلاف مذهبك. ثم انا اسالك سؤال اخر، اذا كان هؤلاء من الجيش الحر، ما رايك بالمتحدثين عن النظام الذين خرجوا على بعض قنواتكم وسبوا الذات الالهيه؟ سمعتيهم او لا؟ ايه طيب ما رأي... ايش رايك فيهم انت؟ هؤلاء يمثلون بشار ولا ايضا عصابات ارهابيه وجيش حر وكتائب ارهابيه؟ ما اعرف. طيب ما اعرف، هذا السؤال محرج. انا عارف انه محرج. طيب يا اختي مروه، انا اتمنى منك حقيقه، لاني مشفق عليك وناصح لك، انك بعد ما تغلقي من السماعه هذه تفكري في الكلام اللي انا قلته لك، وان لا يكون تأييدك لبشار لانه قريب من مذهبكم ولانه يناصركم، لكن خلي تأييدك لبشار انه اما ان يكون على الحق واما ان يكون على غير الحق. اقسم بالله العظيم لو كان بشار سنيا وعلى مذهبي لوقفت ضده، لأنه ضد الحق. أنا أقسم لك بالله عز وجل، والله شهيد على كلامي. يعني لو كان بشار شيعي شيعي وهاي الثورة ضده، لو كان بشار سني وهاي الثورة ضده من الشيعة، هل تقفون مع بشار لو مع الثورة؟ أنا جاوبك جواب حلو. حسني مبارك سني ولا شيعي؟ يا هو حسني مبارك سني. طيب لماذا وقف السنيون كلهم ضده؟ جميل. طيب أنا أجبتك، أنت قلتي جاوبني وأنا جاوبتك، وأنا أسألك زين العابدين سني ولا ليس سني؟ زين العابدين ايه سني. طيب سمعتي الشيخ عدنان اللي هو بس بسوريا هي حركة طائفية. لا أكثرها هي كلها يعني انت سنة وهابية. لا الان جاوبتيني جواب مختلف. انت سالتيني سؤال وانا جاوبتك. هل سمعتي انت الشيخ عدنان بذاته يتكلم عن حسني مبارك وعن زين العابدين وعن القذافي وكلهم يصفهم بانهم طغاة؟ سمعتيهم؟ اي صح. طيب هؤلاء سنة. بالعكس حسني مبارك كان يحاربكم كشيعة في مصر، ومع ذلك وقف الشيخ عدنان مع الحق ومع الشعب. ألم يكن حسني مبارك يحاربكم كشيعة في مصر؟ طيب قطع الاتصال. أنا أتمنى وأنت تشاهدين أختي مروة، حقيقة كان من بعض إجابات الأخت مروة، وأنا أعتذر من المشاهدين اللي أخذنا وقتهم، لكن أنا عندي اتصال من أخت شيعية مثل هذه، واضح أنها تبحث عن الحق أهم من الاتصال بإخواننا السنة اللي عارفين الحق، لكن واضح من الأخت مروة أنها تبحث عن العقل. لذلك أرجو أن تفكري في كلامي مليا. نحن لا نقف مع الشخص أبدا لطائفته ولا لمذهبه، نقف مع الحق ضد الباطل. وما يحصل في سوريا إنما هي معركة بين الحق والباطل، معركة واضحة لا مجال للشك فيها.